اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك. اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله والصلاة والسلام على أفضل رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هشارك معاكم المنتجات اللي انا اشتريتها. هي مش منتجات الشهر يا حبايبي ولا حاجة، ولا احنا ماشيين بميزانية، هو ما بنخلص بنجيبه، مش يخلص من عند ربنا رزق. دلوقتي انا جبت الشاور ده، جبت شاور اللي هو مين كده، كان ب85. وجبت فريدة معطر ملابس، كان ب75 باين، كان بس 75. احنا دلوقتي هنبدأ بالمنظفات. اول حاجة وجبت المناديل دي اللي هي 440 تمارة، ده كانت عليها عرض، كنت جايباها ب55. وجبت فريدة ارابيسك، جايباها ب60 جنيه. وجبت شامبو جايباه ب120، مش عارفة هو في المقاطعة ولا ايه. ودي املاح مؤشر للجسم، ملح اسباني، حلوة جدا يا حبايبي، بس بقى مش بستخدمها على طول عشان مش تعمل يعني في الصيف. وبتنفع للبيكين والاندر ارم والظهر وكل حاجة في الجسم. دي كان سعرها تقريبا 30 جنيه، كانت 30 جنيه. وجبت الملمع ده، كان ب30 جنيه برضو. وجبت صابون بلدي من ده، طبعا مش هقدر استغنى عنه عشان احنا في ارياف وكده وعيالنا هدومها بتتبهدل. القطعة من دي ب10 جنيه، جبت منها 10 قطع. وجبت صابونة نوبلاسي شاهين دي كانت عاملة 15 جنيه. زي ما انتوا شايفين كده. جبت يا حبايبي اللهلوبة دي اللي هي بالخوخ. جبت اللهلوبة دي اللي هي بالخوخ، كانت سعرها عامل 35 جنيه، ده نص كيلو. وجبت اكياس الكولاجين دي اللي هي جميلة 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 جدا ما شاء الله. جبت منها ده وجبت منها ده، جبت 5 كيس، كان ب10 جنيه. لا، كانوا كان بالكيس ب10، هم عملوا على عرض ب8 جنيه، جبت 5. وجبت كيس كوكسي اللي هو ال2 كيلو، هتشوفوه ولا ايه، 2 كيلو ب100 جنيه. وده كان باقي حساب ب5 جنيه الدهون. وجبت سبونشات بس خدت منهم واحدة، دول كانوا 3 ب15 جنيه. وجبت زهرة بيضة من الهدوم البيضة، كيس ب5 جنيه، دي كيسين. دي كده المنظفات يا حبايبي. نخش بقى على البقولات وحاجات مستخدمات البيت. جبت ازازة الخل دي ب10 جنيه. جبت مرقة الدجاج دي
العلبة ب40 جنيه. وجبت المايونيز ده كيس ب45 جنيه، ب40 جنيه. جبت العسل الجلوكوز ده ب50 جنيه. انا جبت الكبير علشان يكفيني يعني ايه في رمضان وكده، بدل ما اجيب 2. وجبت قالب الخميرة الفورية ده نص كيلو يا حبايبي، عامل 95 جنيه. بحطه في برطمان وبحطه في التلاجة. وجبت الشوكولاتة المطبخ دي سما ب35 جنيه. ده شوكولاتة سادة. جبت المربى البوادي ب55 جنيه. جبت كيلو بلح، الكيلو عامل 50 جنيه. جبت كيس البقسماط ده ب7 جنيه. جبت ربع سمسم ابيض ب30 جنيه، ب35، لا ب30 جنيه. جبت كيلو سباكيت ب22 جنيه. جبت كيلو رز نصين، الكيلو ب90 جنيه، نص ونص. جبت لسان عصفور نص كيلو ب11 جنيه. جبت نص لوبيا ب30 جنيه. جبت كيلو فاصوليا نصين، هذا نص وهذا نص، كيلو ب70 جنيه. جبت فول مدشوش نصين، ربع يعني وربع، ب20 جنيه النص. والله يا حبايبي مش معنى ان انا بجيب الحاجة سايبة ان هي وحشة، احنا مش بنجيب انها احسن حاجة والله، بس السايب بحسه موفر وفيه بركة. يعني ايه؟ يعني الكيس دلوقتي ب15 جنيه 400 جرام، ما بيعملش حاجة. فلا، طب ما انا اجيب كيلو ب22 واخد منه على قد ما انا عايزة. وجبت نص نشا، النص ب20 جنيه. لو انا خدت كيلو كنت هاخده ب35، بس انا هاخد كيلو اعمل بيه، خدت نص كيلو ب20 جنيه. وجبت ربع كريم شانتيه، كان ب60 جنيه، ربع كيلو خام. جبت توم زبيب ب30 جنيه. وجبت برضو توم كاكاو خام اسباني، كان عامل 60 جنيه. جبت كيسين كيك شيف، كيس ب6 جنيه. وجبت 3 بيكنج باودر، الكيس ب3 جنيه. جبت 3 اكياس لبن نيدو، الكيس ب5 جنيه. وجبت ازازة فانيليا
ب20 جنيه سايبة. وجبت ده ب5 جنيه فانيليا سكر باودر. نخش بقى على البهارات. جبت كيس خلطة حواوشي، وجبت ب20 جنيه حبة البركة. جبت ب20 بهارات لحمة حصى. جبت ب20 فلفل اسود حصى برضو. جبت ب20 7 بهارات مطحونة. جبت تمن كمون وحوجته، خليتها حوجتهولي. التمن ب40 جنيه. جبت ب20 جنيه كركم. جبت ب20 جنيه قرفة مطحونة. ودي علبة تونة مفتتة كانت ب45 جنيه. جبت نص كيلو زيتون. النص كيلو كان ب50 جنيه. جبت مستردة. برطمان ده العلبة دي ب45 جنيه. جبت عسل اسود كيلو، لسه هفضيه. الكيلو ب40 جنيه، ب50 جنيه. ده كيلو عسل اسود. جبت بن، بس انا فتحته واخدت منه، بس مش بصراحة مش فاكرة سعره عشان مش جايباه مع الحاجات دي. وجبت سلك مواعين اللي هو الاستانلس ده، بقطعه واحطه في البرطمان. دول ب10 جنيه. وكده يا حبايبي جبت الحاجات اللي لازماني واللي خلصانه من عندي. انا عندي سكر وعندي دقيق. من الشهر اللي فات انا ما بعملش مشتريات شهر يا حبايبي، علشان ان انا بجيب الحاجه اللي تخلص من عندي. طبعا بقى كنت كل اسبوع بتجيبي سمك، فاكهه، حاجات من دي، فكل حاجه هجيبها هصورها معاكم. ده المنظفات، مش المنظفات كلها يعني، انا بجيب حاجات تانية مش ببقى يعني ببقى لسه مش صورتها. هصور معاكم كل حاجة ان شاء الله. وده كده المكرونات. ومش معنى ان احنا بنجيب بقولات يعني فاصوليا ولوبيا وحاجات من دي سايبة ان هي وحشة، لا بالعكس والله ده جميلة جدا. وجبت جوز الهند برضو اهو، شايفين. ده العسل، ده السلق، توابل. وانا كنت جايبه شعريه. وعندنا الرز، احنا عندنا هنا في الارياف يا حبايبي ما بنشتريش رز. الرز بنشتريه اخر السنه كميه ونبيضه، وبقى بستخدمه واحطه في الجردل وكده. هبقى اصور معاكم برضو كيلو البيض اهو. ودي كده مشترياتنا. واتمنى ان انا انال اعجابكم وبخف على قلبكم. بحبكم في الله. ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، وتعلقولي تعليق حلو، وكل واحد يقولي هو من فين. احنا من الشرقية. او لو انتوا عايزين فيديو تعريف عني اعملهولكوا حاضر. انا بيكم وليكم، والقناة هتكبر ليكم برضو وبيكم طبعا.
وحبايب قلبي بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.